الشمس بتشرق منين يا شباب؟ ده تعبان ولا أرنب؟ تعبان ولا أرنب؟ تعبان. أوقات بنقول عليه أرنب. هاجي أسألك سؤال صغير، حد من زمايلك أنت بتروح كنيسة إيه؟ أنا بروح كنيسة أبو سفير. تيجي تجرب معايا؟ كنيسة فيها حاجات حلوة، كلنا بنرنم، بنقول اسم المسيح. لا يا حبيبي، ده اللي بنقول على الذئاب في ثياب حملان. عارف الكتاب قال إيه عن الكلام دوت؟ حد عارف بولس الرسول قال إيه؟ إني أتعجب إنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، بتحاول تروح مكان فيه تعليم غلط. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما كما سبقنا فكنا أقول لكم أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. يعني إيه أناثيما؟ مقطوع ومحروم من الشركة الإلهية. مش محروم بس، محروم ومقطوع من الشركة الإلهية. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. مش تروح تكلم معاه، مش تروح عشان اصلي معاه، لا يا حبيبي. ان كان احد ياتيكم ولا ياتيك بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. ده كلام الانجيل. من يسلم عليه يشترك في اعماله. ده تعبان مش اجنب. انا مش رايح اصلي، انا مش رايح اغني. انت كل حاجه اسمها الصح. قد ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم، بسبب اللي انتوا عايزينه فابطلتوا وصيه الله. انهي اهم؟ هو ده اللي همشي عليه، هو ده التاني، هو ده الانجيل اللي همشي عليه. زي ما مطلوب منك انك تمشي على انجيلك. ربنا يديكم ويحفظكم ويملاكم حكمه تعرفوا تفرقوا ما بين التعبان والارنب، ما بين الحمل والديك، عشان الاشكال كتير غيرت بعض.